المشكلة اللي يعانيو منها برشا ناس في وقتنا تو، انهم هما ديما يحاولوا يتحكموا في كل شيء في حياتهم. اي حاجة مهما تكون حتى تكون خارجة عن سيطرتهم، ديما يحبوا يدخلوا رواحهم فيها، ويحبوا يبدلوا معناتها النتيجة، ويعملوا اللي يقدروا عليه الكل باش يتحكموا في الحاجة ذيك. وهذا كما تعرفوا ينجر عليه برشا تعب نفسي. فما حاجات مهما عملنا في الدنيا هذه، احنا نعرفوا اللي ما عندنا حتى سيطرة عليها وما عندنا حتى تغيير عليها. برشا ناس مثلا تحاول انها تسيطر على النتيجة. صحيح هو الانسان كيف يخدم على روحه ويقدم طاقته الكل، ويعطي معناتها يعطي مجهوده الكل في الحاجة ذيك اللي هو يعمل فيها، النتيجة مش تكون بوزيتيف على الأغلب. لكن هوني هو ما يجمش يتحكم فيها النتيجة مهما يكون. ينجم يكون في النهار هذاك معناتها يمرض، ينجم يكون تصير له حاجة ما يقدمش معناتها المجهود اللي عطاها الكل، نجم يصير له أي ظرف، وفي الآخر معناتها تجيه نتيجة خايبة حتى ولو عمل اللي عليه الكل. إذا هنا نحب نفكرك اللي احنا مهما عملنا ومهما عملنا مجهود ما نجموش نتحكموا في النتائج حتى شيء. النتيجة بالآخر هي نجم نقولوا 50% حظ و50% مجهودك اللي عطيته انت. وانا هنا معناتها مش باش نقولك ما عادش تخدم وما عادش تعمل شيء على جالك ما تنجمش تتحكم في النتيجة، لكن ما نحبكش تقعد تخمم وتوقف حياتك على الحاجة ذيك، وتقعد معناتها فك التخمام السلبي هذاك، تولي ديما خايف، تولي تستنى فك النتيجة ذيك. انت فميك ماكش مش تغير شيء، انت ديجا عملت اللي عليك، وذاك المطلوب منك تعمل اللي عليك الكل، والنتيجة ما يهمكش فيها، ما عندكش قدرة على تغييرها. كيف مثلا حاجة أخرى العباد تحب تتحكم فيها، واللي هي رأي الناس فيهم، ويحبوا ديما يرضيوا الناس. وذي حاجة مش تجم تعملها معناتها، مهما يقولك في المثل متاعنا تشعلش صوابعك شمع، العباد عمرها ما هي مش ترضى عليك. إذا هوني ما تحاولش معناتها تتحكم في الحاجة هذه، وتحاول تفرسي العباد باش تحبك وباش تقعد معناتها صحابك وباش يقعدوا دايرين بيك. الإنسان اللي حاجته بيك في الدنيا ذي تو يقعد معاك، والإنسان اللي ما حاجتوش بيك مش يمشي، وانتي ما عندك حتى طريقة باش تغير النتيجة هذه. إذا هذه حاجة من الحاجات اللي كيف الإنسان ديما يحط مجهوداته الكل ويتعب بطريقة غير طبيعية جسديا ماليا ونفسيا باش يخلي عباد معاه في حياته وهما ما حاجتهمش بيه. وكل ما زاد العبد هذاك معناتها بعد عليك وفد منك، كل ما انت زدت حطيت مجهود أكثر وتعب نفسي أكثر باش تحاول تخليه في حياتك. وهوني انت قاعد تحاول تتحكم في رأي الشخص هذاك فيك وفي مشاعره تجاهك، وهذيك حاجة عمرها ما تنجح. إذن الأشخاص اللي حاجتهم بيك توجيهك وحدهم، وما تحتاج حتى مجهود باش تخليهم في حياتك. إذن هذه حاجة أخرى من الحاجات اللي نرى في الناس يعملوا فيها، اللي هي معناتها ديما يسعوا باش يرضيوا الناس ويتحكموا يحبوا يتحكموا في مشاعر الناس تجاههم. هو ماذا عجبه الشخص هذاك، لازم هو يعمل برشا حاجات باش يخلي الشخص هذاك كيف يكون الإعجاب من الطرف المقابل معناتها كيف هو. وهذا مش صحيح. صحيح أنت لازمك تكون إنسان باهي، معناتها تعرف تحكي، تكون عندك معناتها تكون عندك حاجات يجموا يتعجبوا بها العباد، وذاك اللي تجم تعمله. معناتها هذيك الحاجة الوحيدة اللي تجم تتحكم فيها، انك تحسن من الفيرسيون متاعك الماكسيموم، وهكاك تجذب برشا عباد باهين كيفك. اما مش انتي معناتها تطيح على انسان وتقول هذا لازمني نردو يحبني. هذه اكبر غلطة تعملها معناتها، فماش الحل. الانسان هذاك عنده عينين يشوف فيك، ونعاش يمكن انتي تخدم معاه تقرا معاه ولا حاجة، كان عينه بيك باين، معناتها باين الانسان اللي حاجته بيك. ما تمشيش انتي بالسيف وتقول هذا لازم نردو صاحبي ولا هذه لازم ندخل معاه في علاقة ونفرسي كل شيء، ما تنجحش من الحاجة ذيك. وهنا نرجع كيف للي قلنا عليه، محاولة التحكم في كل شيء. الإنسان يتعب نفسيا برشا من الحاجة هذه، كما قلنا النتائج، رأي الناس فيك في أي جانب من حياتنا، في أي جانب ديما قاعدين نحاولوا نتحكموا معناتها. هو في الآخر بالرسمي الحياة هذه واللي مكتوب معناتها مش يصير في الآخر.
حاول يكون عندك إيمان بالقدر، القضاء والقدر، وللحاجات هذيك مكتوبة معناتها النتائج ورأي الناس فيك وأي حاجة أخرى معناتها أنت تحاول تتحكم فيها هكا والعباد توصل ترقد معناتها توصل ما تنجمش ترقد في الليل على ما هم يخموا في الحاجة هذه. كل شيء في الدنيا، حتى المستقبل يخموا فيه وشنو مش نعملوا، لازم هكا ولازم هكا ولازم هكا، وما يعيشوش المومون الحالي. انت فعليا كي تجي تحسبها عندك كان النهار هذايا في يدك، مش حتى النهار هذايا، نجم نقول انا تو قداش الوقت نص نهار مثلا، نجم التسعة مازال مش في يدي، هذاك الوقت هذاك مازال مش في يدي، ما تعرفش شنو ينجم يصير من هنا الوقت. اذا انت عندك كان اللحظة هذه، حتى نهار اليوم مازال ماهوش عندك، وانت قاعد تخمم لي في 3 4 سنين قدام شنو مش يصير، وتخمم بطريقة سلبية وتقول مستقبلي مشى وش باش نعمل وندرى شنو. علاش هذا الكل؟ هنا انت قاعد تدخل فذاك اللي نبه فيك فيه اللي هو التحكم الزايد. كيف المستقبل ما عندك حتى تحكم عليه، كيما قلنا مع اللي كان تعمل الحاجات اللي تنجم معناتها انت تتحكم فيها، كيما معناتها تحسن من روحك، تحاول تحسن من حياتك، تخدم خدمة باهية، تكون إنسان مؤدب مع العباد، وكاو معناتها سامبل الحياة سامبل، ماكش محتاج باش تتحكم في كل شيء وتحاول تسيطر على كل شيء. وكل ما زادت سيطرتك على برشا حاجات، فرصيت روحك على برشا حاجات انك تتحكم فيهم، كل ما زاد تعبك النفسي. ما تتصورش قداش مرهق انك تحاول تتحكم في حاجة وتخليها تعطيك النتيجة اللي انت تحب عليها. الحاجة هذه مرهقة نفسيا على الاخر، وما يفهمها كان العبد اللي جربها. اذا نحبكم تبعدوا على الحاجات هذوما، وما تحاولش تتحكم في حد شيء ماهوش تحت سيطرتك. باين معناتها باين الحاجة، القضاء والقدر، المستقبل، النتائج متاع الحاجات اللي خدمتها، رأي الناس فيك، الحاجات هذوما كل الحاجات اللي تنجم تصير لنا معناتها هذوما كل ما تنجمش تتحكم فيهم معناتها. علاش تقعد انت خايف وتقول لازمني نعمل هكا ولازم نعمل هكا وتفرسي في الحاجات؟ ما يجيش معناتها، واصلا كي تبدا تفرسي في حاجه العكس مش تلقى كان النتيجه العكسيه. الحاجات الباهيه ما تصير كان كيف تخليها بسلاسه تصير وحدها. كل شيء كيما الماء معناتها كي يبدا في الوادي يمشي وحده، كل شيء ماشي بسلاسه. كيف انت تحاول تفرسي الحاجات حتى ولو كانت عندك شانس معناتها باش تصير الحاجه اللي انت حابب عليها، وقتها بك الطريقه اللي قاعد تفرسي بها معناتها مش تبعد عليك الحاجه اللي كنت تحب عليها. اذا هذا هو اللي حبيت ننبه منه اليوم. راهو معناتها جرب تحاول نهار تقول انا ما عادش مش نتحكم في شيء خارج عن سيطرتي، وخرج كل الحاجات هذيك كل من مخك، واعمل كان اللي عليك، الحاجات اللي معناتها خدمتك، كون باهي مع الناس، اعمل الحاجات الباهية في حياتك، وكهو معناتها ما تقعدش تتخيل وتقولش مش يصير وش لازمني نعمل وش درا شنو، نقص من التفكير الزايد، وكهو معناتها رتح بالك وتترى نفسيتك قداش تتحسن. إذا هذا هو اللي حبيت نحكي معكم فيه اليوم، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وأفادكم. ما تنساوش عاد اللايك والاشتراك في القناة، واعطيني كومنتير في الموضوع اللي حكينا فيه اليوم وشنو رأيك. والسلام عليكم.